الناس دي بقى ربنا أنعم عليهم بنعم كتير جدا، الأراضي الخصبة والمواشي والدواب، والأهم بقى من كل ده الصحة. كانت صحتهم بومب وأقوياء طوال، جسمهم ضخم، وكالعادة لما بيتجمع المال مع القوة بيبدأ الافتراء. قصة النهاردة بتتكلم عن مدينة سكانها بيتقال عليهم جبابرة، ومدينة أقرب للخيال من فخامتها وعظمتها، ولكن اختفوا هم ومدينتهم. يا ترى إيه هو لغز قوم عاد ومدينة إرم ذات العماد؟ اختلفت الآراء حول قوم عاد ومدينتهم، ولكن أغلب المؤرخين بيقولوا إن قوم عاد من أبناء سام بن نوح، يعني من ذرية سيدنا نوح، وإن هم أول ناس سكنت الأرض بعد طوفان سيدنا نوح العظيم. الناس دي بقى ربنا أنعم عليهم بنعم كتير جدا، الأراضي الخصبة والمواشي والدواب، والأهم بقى من كل ده الصحة. كانت صحتهم بومب وأقوياء طوال، جسمهم ضخم، وكالعادة لما بيتجمع المال مع القوة بيبدأ الافتراء. فبدأوا بقى يغزوا الأرض ويستولوا على الممالك بالقوة، وبنوا كمان المساكن العالية والمصانع الضخمة علشان يجمعوا المية فيها، والقصور الشاهقة. ده من كتر ما هم كانوا معجبين بنفسهم بنوا المباني العالية على الجبال والتلال وجوه الصخور الصلبة، وكل ده ليه؟ علشان بس يظهروا قوتهم وتكبرهم. وبنوا أعظم المدن وهي إرم، ولكن كفروا بربنا وعبدوا الأصنام، والأصنام دي كان اسمهم صدى وصمود وهباء، وتجبروا في الأرض. فبعت ربنا ليهم سيدنا هود، وعلى حسب كلام المفسرين إن هود ابن شالخ ابن أرفخشد ابن سام ابن نوح، وسيدنا هود كان من قوم عاد. وبدأ سيدنا هود الدعوة للتوحيد، ولكن برضو رفضوا. واستمر سيدنا هود مرة يكلمهم عن جنة النعيم اللي هيدخلها المؤمنين، ومرة يخوفهم من عذاب النار، لدرجة ان سيدنا هود طلب منهم انهم يخلوا اصنامهم دي يؤذوه، عشان بس يثبت لهم ان الاصنام دي لا هتنفعهم ولا هتضرهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. طيب ايه بقى قصة مدينة إرم؟ القصة حسب كتب التفاسير بتقول ان قوم عاد كان بيحكمهم ملك اسمه عاد، وانتقل الحكم بعد موته لأبنائه الاثنين شداد وشديد، وفي حرب من الحروب اتقتل شديد، وبقى الحكم هنا لشداد بس. وشداد ابن عاد ده بقى كان راجل جبار ومفتري زي ابوه بالظبط، وما امنش بدعوه سيدنا هود. ده مش بس كده، ده لما سمع عن جنه الخلد اللي هيدخلها المؤمنين امر ببناء مدينه شبه الجنه دي، وكان هياخد قومه يعيشوا فيها بعد ما تخلص، عشان بس يكذب دعوه سيدنا هود. جبار جبار يعني. وبدا بقى يبنيها من الاحجار والاخشاب والمعادن النفيسه، ليها اعمده ضخمه مرصعه بالاحجار الكريمه، وزينها كمان بالذهب والفضه والياقوت. ومش بس كده، ده عمل فيها انهار بتجري في كل شوارعها واشجار وليله كبيره سعادتك. ولكن بقى هنا اختلفت الاراء، بعض المؤرخين والمفسرين قالوا ان عاد اللي بنوا المدينه هم نفسهم قوم سيدنا هود، وبعضهم بيقول لا، ده اللي بنى المدينه دي هم اولاد ما تبقى من قوم سيدنا هود، ومعنى كده انها ما اتبنتش في زمن سيدنا هود. المهم بقى ان شداد جمع قومه عشان يروحوا يقعدوا في المدينه اللي كان مسميها الجنه، وكان سيدنا هود بيحذرهم من العذاب، بس هم برضو كانوا مصرين يجربوا بنفسهم. ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا هود عليه السلام إنه ما يقربش للمدينة، لا هو ولا اللي أمنوا معاه، وبالفعل بعدوا عن المدينة، وبعت ربنا رياح قوية جدا كانوا بيستخبوا منها في حفر تحت الأرض، ولكن من شدة الرياح كانت بتخلع الحفر باللي فيها دي، كمان من شدتها قطعت رؤوسهم وأيديهم وطيرتهم كده زي ريشة الطائر، على الرغم من ضخامتهم وضخامة جسمهم، وهدمت كل القصور والمباني والمصانع. ويقال ان الرياح دي كانت جافة، ومن شدة جفافها كانت محرقة، استمرت 7 ليالي و8 أيام، وبعدها سكتت الرياح بعد ما دمرت كل حاجة، واختفت مدينة إرم تحت الرمل، ونجى ربنا سبحانه وتعالى سيدنا هود والناس اللي أمنت معاه. يمهل ولا يهمل، ولسه في ناس لحد دلوقتي بتتكبر وتتغر وتظلم وبتدوس على اي حد، وما تعرفش ان ربنا مأخرهم بس مش هيسيبهم.